أهلا بكم أعزائي ومتابعي لحظة من فضلك. عاجل أنغام تبكي في رسالة صوتية: كنت خايفة أسيب ولادي ونفسي أكمل معاهم شوية. خرجت الفنانة أنغام برسالة صوتية مؤثرة لجمهورها وهي تبكي قائلة: صباح الخير، أنا مش عارفة أكتب ولا أتكلم معاكم بصوتي، بس حسيت إني عايزة أتكلم معاكم بصوتي وأقول لكل حد وقف جنبي وكل حد دعالي ولكل شخص اكتشف إنه بيحبني، وحتى لو أي شخص مش بيحبني بس قرر إنه بحنيته وإنسانيته يدعيلي ويدعمني في المحنة اللي أنا عديت بيها. بشكركم من كل قلبي وربنا استجاب. كما وجهت أنغام شكرها لأولادها وأمها وأصدقائها وإخواتها قائلة: الصدق اللي خرج من قلوبكم وصلني. وأضافت أنغام: كأن دعاكم هو الدواء والإيد اللي طبطبت وهو الحنية وهو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا وبعد الدكاترة. مش عارفة أقول إيه ومش عارفة مبكيش من فرحتي والامتنان والشكر لربنا وليكم. وتابعت: انتوا دعيتوا الأنغام من قلوبكم، بس انتم دعيتم كمان لأم اتمنت إنها تكمل شوية علشان تكمل حياة مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش وبطعم تاني. أنا كان كل خوفي إني أرجع أسيب ولادي، ما كنتش عايزة حاجة من الدنيا غير إني أرجع لولادي، نفسي أكمل معاهم شوية. أنا عديت بمحنة صعبة جدا وشديدة وأنا عمري ما كنت بالضعف ده، ولكن مش خجلانة أبدا إني أكون ضعيفة قدامكم، لأني حاسة إني حتة منكم وإنتم أهلي. ومش غلط أبدا الإنسان يضعف قدام أهله ويطلب منهم إنهم يستحملوا شوية. وتابعت: انتم استحملتوني قوي بالدعاء والمحبة اللي وصلني على سريري، ولما كنت بفتح عيني بيوصل لي كلامكم بأي شكل من الأشكال، وحبكم ودعائكم والكلام الحلو الحنين جدا. كنت بصيرة اني افضل مفتح عيني ده اكلي وشربي، ومشتاقة اشوفكم قوي ونحتفل. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.